السلام عليكم متتبعين شهوة سوسو، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ودائما في احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. ما غاديش نقول لكم بمناسبه راس السنه، حنا ماشي من الناس اللي كيحتفلوا نهائيا براس العام. غير ان الصدفه صايبت هاد الحلوه البارح وتصادفت معها اليوم انه غادي يجي مع راس العام وصافي. وقلت انني نشارك معكم طريقه زوينه لهاد الطورطه هذه، وكتجي بنينه ولذيذه بهاد الكريمه، خصوصا يعني الامهات اللي عندهم دراري صغار. وحنا كنعرفوا راه هادشي كلنا، راه حنا الكبار وكنبغيوهم. انا براسي يعني ملي تشهيتها درتها صراحه راه كتجي واحد الطورطه اللي زوينه منعشه. وشي حاجه اللي صايبناها في الدار راه ماشي بحال اللي كنشرو من الباتيسري، خصوصا دابا في هذا الزحام ما كتعرفوش كاع واش كيتصايب داكشي. اما في الدار راه كل حاجه كنصايبوها بشويه علينا ونقيه وعارفين شنو كنديروا معاها. الا عجبتكم هاد الحليوه بقاو معايا حتى نهايه الفيديو باش تعرفوا طريقه التحضير والمقادير. بسم الله دائما على بركه الله. اول شيء البيضات. البيض دائما ما يكونش في الثلاجه. انا هنا عندي الجبيضات يعني كبار من الحجم الكبير. الا كانوا البيضات صغار ديروا 3. بغيتوا تضوبلوا الكميه لان هذه ماشي الجينواز بحال شكل الجينواز، يعني انا راه غتشوفها راه رقيقه. بغيتوا تغلضوها وتقسموها غير على جوج، دوبلوا ديروا 4 البيضات، مثلا كاس ديال الزيت وكاس ديال السنيده. واحد الفانيلا هنا اللي درت النكهه ديال الفاني. انا كيف اللي قلت لكم، جوج البيضات، واحد الساشي ديال الفاني، ودرت جوج كواشر كبار ديال سنيده، وربع كاس تقريبا ديال الزيت، زيت المائده. وطحنتهم غير بهذا الميكسور، ما درتش الطراب، غير بالميكسور غير طحنتهم شويه مزيان، واحد 5 دقائق يعني كثر الخليط. وغادي نزيد الدقيق. هنا عندي كاس ديال الدقيق غربلته هو الاول، ودرت عليه تقريبا واحد 3 الكواشر ديال بودرة الكاكاو المر، ماشي كاوباي، الكاكاو المر، يعني هو اللي كيعطي هذاك اللون زوين وكيجي المذاق ديالو زوين في الحلوى وفي الكيك. هنا بالنسبه للخميره درت كشاره صغيره، ملعقه صغيره، نتوما شفتوا يعني مع عمره زدتها شويه، ملعقه صغيره. الا ضبطتوا المواد غادي ديروا خميره كلها ديال 8 غرام. صافي غادي نخلط بشويه، وغادي نشوف دائما الدقيق ما تكتروش باش ما تنشفش لكم اللي تجي قاصحه، حتى كتشوفوا عينكم ميزانكم. الا خصكم الدقيق غتزيدوا. انا هنا باقي خصني واحد شويه، غادي نزيد. عمرت واحد الكاس، ولكن ما غاديش نديرو كلشي لاباس ما خويتوش كلشي، كان غتجي حلوه غاطو. خويت غير النص ديالو، غربلتو غير شويه حتى هذيك الكميه ما كملتهاش، وانا كنحرك حتى بان لي انه القياس هو هذاك. صافي ورجعت الكميه المتبقيه، يعني تقريبا كاس ونص ديال الدقيق، كاس ونص ديال الدقيق مع نص كاس سنيده ونص كاس زيت. خماره حمراء مثلا، وغديروا 3 البيضات ولا 4 اللي بغيتوا تضاعفوا الكميه. انا هادي راه عندي الطاوه صغيره ديال الفران، وخرجت لي تقريبا شي 6 القطع ولا 7. صافي يعني هنا حصلت على هذاك الخليط اللي بغيت. الطاوه ديال الفران دائما الطريقه باينه. فرشتها بهاد الفاكي ديال المطبخ، ودهنته من تحت بالزيت باش ما يبقاش يتحرك. نحيد الصوت، انا بقى يعطي الصوت. صافي وغنصب فيه هذاك الخليط شويه. غادي نمشي، راه واخا يبان لكم شويه انه ما يبان لكم يجيكم ثقيل، ولا راه العجينه ديال هاد الكيك كتكون بحال هكا، غتسرحوها بشويه بالجوانب حتى توصل لكم على القدر القياس اللي بغيتو في اللاطه اللي عندكم. راه يعني سهله، ماشي شي حاجه اللي العجينه راه ماشي يعني جاريه. نتوما كتشوفوا هنا هي سرحت كلها في اللاطه، قديتها مزيان. غندخلها الفران، ما كتشدش الوقت بزاف في الطياب، ما كايناش 12 دقيقه 14 دقيقه شعلت عليها من التحت هذاك 5 دقائق تقريبا ولا 6، هذاك شعلت عليها من الفوق. صافي جبتها هنا مباشره، غنحطها في واحد السربيطه نقيه في واحد الزيف، كنقلبها. هادشي زوين هاد الكاغيط، يعني ما كيلصق ما حتى شي حاجه، كتحيديه بسهوله. غادي نقطعها هنا كفكره باش كي الحاجه كتجيكم سهله. واحد الطرف ديال واحد الكارطونه، يعني ديال نيت ديال البريوش، وهي باش عبرت، يعني باش ديروا العبار اللي بغيتوا القياس. غنقطعها انا على 3، غندير فيها 3 طبقات. بغيتوها الا درتوها غليظه جاتكم العجينه الحلوه. هاد العجينه غليظه ديال الكيك ديروا 2 طبقات راه غتجيكم مزيانه. انا هنا راه رقيقه، ولكن راه هي هذيك راه زوينه، يعني ما في القياس ديالها. الا كانت اكثر من هكا مع 3 طبقات راه غتجي بزاف.
صافي غطيتها وخليتها كترتاح. هنا غنطلع الكريمه. هنا عندي هاد الكريمه هادي ديال السائله، وزدت معاها هاد شويه ديال الشوكولاته. هاد الشوكولاته راه 93% مر، يعني مر ما فيش نهائيا الحلاوه، لاني درت شويه د السكر في الكيك. هاد الكريمه هادي السائله فيها حتى هي شويه ديال السكر، حلوه. كاينه اللي كتكون مسوسه ولا كتبغوا الحلاوه بزاف، من الاحسن ينقص الانسان. انا مع حلوه ما زدتش ليها سنيده نهائيا، بوحدها ضربتها حتى طلعت مزيان. في هاد الوقيته درت هذاك الشوكولات كيدوب في حمام مريم، يعني حطيته غير في واحد الطبيصيل وحطيته في واحد الكاسرونه، وها هو داب. درت هاد الشوكولات مر باش يكسر ليا شويه هاد الحلاوه، انه واخا هكاك راه محلوش بزاف هاد الكريم هذا الشونتيي. راه كاين اللي كيزيد ليه مازال السكر لان كيبغوا الحلاوه بزاف، ولكن راه جات في المذاق مزيانه، يعني ماشي حلوه بزاف. انا ولفت كندير هاد الحلوه والطرطات ناقصين في السكر. صافي غنخلط عاوتاني واحد الضربه اخرى ولا جوج مزيان حتى يتخلط الشوكولات. راه كيعطيها مذاق زوين هاد الشوكولات مع هاد الكريمه، حتى اللون ديالها كيتبدل شويه ما كتبقاش بيضاء. صافي هنايا غادي نرجع باش نزين هاد الحلوى. شدت انا واحد الطبسيل غندير فيه هذاك الطرف الاول. كاين جاني التفصيل صغير رجعته غير فوق هذاك الورقه فين طابت. هنا كاس تقريبا واحد نص كاس ديال القهوه. انا كنبقى ليا القهوه والحليب وسقيت به. شوف راه يعني كتشربها وخا بردات هاد الكيكه، وحتى القهوه باقا غير دافيه، ولكن غير كنديرها كيتشرب. هذيك الجهه الفوقانيه ديال الكيك اللي كتكون ملسه هي اللي كتكون لتحت. هاد الجهه اللي كنديرو راه هي اللي كنلاصق عليها الورق ديال الفران باش تفهموا، يعني هي اللي كتكون مواليه اللاطه. صافي غادي نحط الكريمه القياس اللي بغيتو، الكميه اللي بغيتو، وصافي كتسرحها بشويه. راه ماشي هادشي ساهل، كيعطيك شويه ديال الوقت باش كتقاديها. وعادي حاجه الا بغيتيها زوينه راه كتعطيها الوقت. كنتي زربانه راه غير كديري. حتى انا راه هنا راه زربانه راه غير كنقاد شويه وصافي. كنسرحها مزيان حتى كتشد البلاصه ديالها بالسمك اللي بغيتو. وكنزيد الطبقه الثانيه، القطعه الثانيه، لاني انا قطعتها على 3. نفس الشيء كنحطها وكنسقيها. شوفي راه غير كندير لها يعني بالشتاء كتشرب. يعني ضروري ضروري هذه المرحله انكم تسقيوها باش كتبقى لينه، واخا كتبقى لكم يومين في الثلاجه كتبقى رطبه وزوينه. كنسقيها بها مزيان. قهوه والحليب، الليمون، باي الحليب، القهوه بوحدها اللي كاين. هنايا عندي هاد الجيب هذا ديال الكريمه نسيتو في الاول، ودرت عاود تفكرت وانا زبده درت فيه الكريم. هذا الصراحه كيسهل. صافي عمرت عاوتاني الطبقه الثانيه. كتجيك سهله هنا الخدمه، غير كتحطي كدوزي واحد المره ولا جوج كتقاديها الوجه ديالها. صافي بنفس الشيء عاوتاني نزيدو الطبقه الثالثه. قلت لكم الا بغيتوها على جوج راه حتى جوج راه كتجي مزيانه. الا جاتكم عريه كبيره اللاطه وتجيكم الكيكه غليظه، قطعوها على جوج، ديروا جوج وحده فوق وحده، وراه هذيك راه كتعطيكم الدوبل ديال هذا على هذه الكميه في التقطاع. انا راني شفتوني رققتها، يعني درت غير جوج بيضات، ولكن هذا هو القياس ديالها. ما يمكنش تكون اكثر من هكا. بدك تكون بحال الشكل ديال جينواز. كنقاد كامل هذوك الجوانب اللي بانت لي ما وصلش ليه الكريمه. كنقادها كنفينيها مزيان. عادك غنقاد لها الوجه الفوقاني ديالها هو الاخير. هاد الكريمه راه مزيانه بقات عاقده، يعني شدت مزيان وما كتشدش الوقت بزاف في الخدمه. الصراحه انا اول مره نخدم بهذا النوع، هاد الكريمه السائله، كنت كنجيب غير ديك اللي غبره ساشي وكنزيد عليها الحليب. صراحه كتشد الوقت هذيك باش تطلعها. ما هذه ساهله، ما كايناش 5 دقائق تبارك الله وكانت واجده. صافي هنا المرحله الاخيره، يعني حتى قديتها حتى هي مزيان، وغادي ندخلها للثلاجه. ضروري 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 تفوت واحد 2-3 باش ما نسيتيها راه مزيان. يعني هنا ملي قلت لكم كملتها غادي ندخلها للمجمد، ماشي للثلاجه الفوق، المجمد الفريغو. انا عندي هاد اللاطه عريضه خديتها درتها في هاد البلاطو باش يدخل ليا في الفريغو، لان عندي الفريغو فيه مجوره باش كيدخل. هذه سهله ماشي عريضه بحال اللاطه. المهم ضروري انكم ديروها في الكونجيلاتور لتحت حتى كتجمد واحد 2 ولا 3. خليها. انا درتها قبل الغدا وخليتها حتى تغدينا حتى العصر تقريبا. هذاك جبدتها هنا، راني جبدتها راه جامده شفتوها. كسرونه غندوب شويه ديال الشوكولاط، عاوتاني الكميه اللي بغيتو ديال الشوكولاط، وكنضيف عليه هذا بحال الكناج، وكزدت عليه نص كاس ديال الحليب. نص كاس ديال الحليب، واحد طريفه الزبده غنخليه ولا خير حتى كيدوب. كنديرو فوق البوطه وانا واقفه حدا كنحركو في حمام مريم باش ما كيلصقش حتى كيدوب.
ها هو هنا داب مزيان مع داك الحليب كيجي مزيان. قياس ديالو عينكم ميزانكم ما يكونش خاتر وما يكونش جاري. هنا درت هذيك الطريف ديال الزبده باش كيعطي هذاك اللمعان ديالها كتجي مزيانه. صافي غنخلط مزيان، ما كتشدش بزاف ديال الوقت لان الشوكولاط سخون وكنعرفوا الشوكولاط كيشد السخونيه بزاف. صافي كنضربوا هذيك الزبده حتى كتذوب. عاد كنديروها فوق. في هذه المرحله راه باقي الكيكه في الفريغو، راني جبدتها وريتها لكم. وهنا ملي ذوبت هذاك الشوكولاط غنصفي غير تفادي اللي يكونوا شي كويرات ولا شي حاجه. مش الصراحه الشوكولاط زوين يعني ما كيدير الكويرات لا والو. نتوما شفتوا راه درتو في الصفايه باش ما يبقاوش فيه كيف قلت لكم كويرات. بغيتو ديروا معاه بودره الكاوكاو زيدوا، الا كان الشوكولاط قليل كتزيدوا واحد الكشاره ولا جوج ديال بودره الكاكاو وكتجيكم الكميه مزيانه. صافي يعني خرجتها كيف قلت لكم راه هي جامده. باش غنزينها ما غاديش نخليها في هذاك الكاغيط. خديت عاوتاني بلاطو غسلته، درت فيه عاوتاني واحد الورق نقي ديال الفران، درت واحد جوج زليفات صغيورين لتحت ولا شي لعيبات اللي يهزوا الطبيسيلات غير باش ما يكونش الوجه التحتاني ديال الكيكه ماس غتخو عليه بحال هكا الشوكولاط غادي يتلصق، يعني ما غاديش تقدروا تهزوها تفادي هكا. وبحال هكا حتى هذا الشوكولاط كيبقى مزيان ما كيضيعش، راه غير كيجمد كتحيديه. خويت عليه هذاك الشوكولاط كله على الوجه ديالها ماشي مشكله واخا ما ينزلش الجوانب لاني انا غنفينها مازال غنحيد هذوك الاطراف ديالها. المهم من الفوق راه بالزربه شوفوا بحالاش كيجمد لان هي مكلونجيه بالزربه كيجمد عليها الشوكولاط. نفس الشيء عاوتاني غير خويت هذا الشوكولاط غادي نردها للفريغو. هنا غتفوتنا واحد نص ساعه ولا ساعه غير باش يجمد لينا هذا الشوكولاط اللي الفوق. ما هي الحلوه راه باقيه مكلونجيه واخا تفوت حتى نص ساعه برا ما غاديش تطلق. انا فقط هنايا كاضافه زدت هذا شويه ديال هذا الشوكولاط هذا البرميسيل كيعجبني درت عليها شويه من الفوق ماشي ضروري لما بغيتوش تبقى غير بهذاك الشوكولاط راه زوين. صافي هنا غادي نقطع قلت لكم نحيد هاد الجوانب اللي هابطه معاهم الكريمه والشوكولاط. شوفوا راه كتبان طبقات زوينه سهله في التقطاع ما كدوبش. غير واحد الفكره هنا الموس يكون بحال الكماضي ومره مره كدوزو في الماء. من الاحسن يكون مسخون كتلقي عليه الروبيني سخون كتنشفيه وكدوزيه بالزربه لانه هو سخون الكريمه دغيا كيمشي بسهوله كيتقطع. نتوما يعني ما كتفرتت ما حتى شي حاجه. حيدت هذوك الاطراف هادو راه مزيانين ما غاديش يتلاحوا راه غيتكالوا حتى همايا. غير حيدناهم باش تبقى يعطينا الشكل ديالها والقياس بحالاش غنقطعوها. ديما الموس كنقول لكم ديروه وملي تقطعيه مسحيه لان داك الكريمه الا بقات فيه غادي تجلخ لكم عاوتاني ملي تبغي تقطعي المره الثانيه. نفس الشيء عاوتاني غناخذ ديك الكريطينه باش كنت عبرت في الاول داك الطريف ما رويتوش باش هنا نطراسي به القياس اللي بغيت. يعني هذا بحال قدر الطريفات ديال المرصوات ديال الملفي بحال يعني هذيك اللي كنشريو من الباتيسي يعني هذاك هو القياس. بغيتو تنقصوا من هكا في العرض كل بحال وحده تقسموها على جوج الا كانوا الاشخاص كتار ولا. المهم انا قطعتها على هكا راه كتجي واحد الحلوه اللي قلت لكم راه زوينه كيف شفتوا ما فيهاش كثرت الخدمه ولا تماره ولا يعني راه هي سهله ما فيها حتى شي حاجه وشي حاجه زوينه غتفرحوا بها الوليدات كيبغوها وكيف اللي قلت لكم راه حتى الكبار غادي تعجبهم. هنا كان بقى لي شويه ديال الكريم زدت واحد شويه في هذا واحد شويه في هذا الجوان يعني في الجوانب في كل راس ديال الحلوى درت واحد الشكل على شكل وريضه. شوفوا بحالاش يا سلام يعني راه كتجي عاليه طبقات يعني 3 طبقات ديال الكريمه و3 ديال الكيك كتجي رائعه رائعه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. شكرا لكم على المتابعه كنشكركم دائما. الى عجبكم الفيديو واحد لايك وتعليق والى اللقاء وموعدنا في فيديو قادم ان شاء الله. وان شاء الله هذا العام ندخل عنا وعليكم بالصحه والراحه يا ربي ويحفظ لنا والدينا وخوتنا واحبابنا يا ربي وازواجنا والجميع يا رب. والى اللقاء وموعدنا في فيديو قادم ان شاء الله.